اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بصوا بقى النهاردة أنا جايبة شوية ممبار هنضفه بقى معاكم بطريقة سهلة، وهطيبه برضو معاكم بطريقة أسهل وأحسن، وهتشوفوا طريقتي في الممبار. في ناس كتير بيبقى نفسها تاكله بس يقول لك إيه، أنا نفسي آكل ممبار بس والله طريقته صعبة قوي عليا. ليه طريقته صعبة عليا؟ قد الممبراية أهي، أنا بجيبها من عند الجزار، بحطها في مية وليمون وملح، بتنزل ريحه الزفاره اللي فيها. وقشر برتقان على فكره، عشان ايه بس انا شلته ورميته. قشر البرتقان واستفندي وتدعكي بيه. بصي كده بمسك الممبرايه اهي بطولها بقى اهي، عايزه تقطعيها قطعيها، عايزه تعمليها بطولها ماشي، ولا بغطا ازازه ولا مش عارفه، لا باسهل طريقه اهو. هقوم قلبه الممبرايه كده اهوت، ما شاء الله اهوت في ثواني اهي. ما دام قلبتيها كده كده اهو، هتقوم بقى ايه جايه معايا بسرعه. هنضفها قدامكم بطريقه سهله وهتشوفوها معايا اهو. اديني قلبت الممبار اهو، بصوا بقلبها معاكم كده على الوش التاني، بقلبها وبصوا بالميه بتاع الحنفيه اهي، ميه الحنفيه كده اهي. شوفوا هتنزل الممبرايه بكل سهوله. شوفي قلبت الممبرايه معايا في ثانيه، في ثانيه كده. ادي القطعه ده اهي كده اهو، واحطها كده، وادي السكينه بس بالراحه برضو عشان ما تجرحهاش. شوفي اهي، ادي الطبقه اللي هي بتبقى لزجه ديت اهي، دي كلها بتنزل بكل والله سهوله وبساطه. انا مش عارفه انتوا مستصعبينها ليه اهي. كل ده ساعه ما بتنزل خلاص بقى الممبار زي العسل اهو. شوفوا كل ده نزل منها اهو، شوفوا كل ده بينزل من الممبار. حبايب قلبي ومتابعين الغاليين اهو، يا رب تستمتعوا معايا كده بالمشاهده كده معايا اهو، وتكون مشاهده سعيده عليكم كده يا رب اهي. بصوا ما شاء الله كل اللي بينزل منه ده خلاص نزل منها في ثواني اهو بكل سهوله، ولا غطا ازازه ولا مش عارفه ايه. والناس تقول لك ليه ده صعب؟ ايه اللي صعب؟ والله والكرشه برضو هنضفها معاكم اسهل من ده في ثواني. في ثواني كده بمسك الكرشه اخليها ضفطه بيضه، ضفطه بيضه كده. شوفوا الماده اللزجه ديت ساعه ما بتنزل اهي خلاص ما عادش حاجه في الممبار بقى، كل سهوله اهو. كل ده نزل اهو، وببقى محضره طبق فيه ميه وليمون وخل وقشر برتقان وسفندي بقى والحاجات دي وملح ودقيق. كل ده تحطيه في الميه، كل ده تحطيه وتنزليه في الميه وتنزليه بقى وتسيبيه شويه يتنقع وينزل بقى ريحه الزفاره بتاعت الممبار اهي. شوفوا ما شاء الله على السهوله اللي في نظافه الممبار، والله مش مستصعباها يعني. انا عن نفسي بعمله على طول بكل سهوله. خلاص هو نزل كده الماده اللزجه اللي فيه اهو ما شاء الله اهو. بعمل ايه بقى؟ عايزه اقلبها تاني، ما هي لازم تتقلب عشان هي ما ينفعش تتعمل كده. اقوم بصي بكل سهوله كده اهو، هقوم عامله كده اهوت ومنزلاها تاني اهي اهي. وبالحنفيه الميه بصي بحنفيه الميه اهي بتقوم عامله كده اهو. شوفي البتاعه بتقوم نازله لوحدها. شوفي البتاعه الممبرايه اهي، شوفوا الممبار اهو يا ولاد، شوفوا بتقوم قلبه والله لوحدها اهي. شوفوا الممبرايه زي البفته البيض، والله بفته بيض. وقد الميه اهي معايا فيها ايه؟ مقطعه ليمون. شوفوا اهو مقطعه الميه فيها ليمون اهو، ليمون بقى كتير. اهم حاجه للممبار هو الليمون اهو اهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي كده، شوفوا قطعي ليمون على قد ما تقدري. الليمون يعني مش غالي، ده رخيص. وقطعي بقى وشويه الدقيق، وانا حاطه ملح وحاطه خل، وشمي ريحه الممبار قسما بالله كانه ما فيه اي ريحه زفاره اهو. شوفوا الممبرايه عامله ازاي. ونقعيه بقى في المحلول ده اهو، ده ميه وخل وملح وليمون ودقيق وعصره برتقان فيه، وتسيبيه بقى. بصي والله العظيم انا بشم الميه اهو ما شاء الله، والله تبارك الله ما شاء الله على نظافه الممبار اهو يا ولاد. هعمل بقى الكميه كلها واوريكم. بصوا كده شفتوا معايا بقى طريقه التنظيف انها سهله ازاي يا حبايب قلبي. شوفوا اهي بقوم ماسكه الممبرايه، شوفوا اهي قلبي الممبرايه لحد اخرها كده اهو، وبالميه اهي. شغلي بقى الميه كده اهو، شغلي الميه شغاله اهي. بصوا ادي الميه اهي، هتقوم بصي منزله الممبرايه. شوفوا الممبرايه هتنزل لوحدها ازاي اهي. شوفوا الممبرايه كده الميه بتسهل ايه نزول الممبار اهي، بتقوم نفخه الممبرايه نفخها كده. شوفي نزلت الممبرايه، شوفوا ما شاء الله اهي قامت نازله كده. هتقومي قافله الميه
وبالسكين وتقحطي بقى اهي، تنزلي كل الماده اللي هي الزلاجيه ديت اهي، الماده اللزجه ده اهي، شوف بتنزل بكل سهوله والله اهي، بكل سهوله. خلاص اهي. واهم حاجه تعملي المحلول اللي انا قلت لك عليه، اهم حاجه تعملي المحلول النقعي ده اهو اللي انا قلت لك عليه. اهم حاجه تقحطي بس، شوفي بص كده، نزلي بس ايه، شوفي نزلي الماده دي خالص، دي اهم حاجه، دي الماده اللي بتعمل زفاره، دي الماده هي الوحيده اللي بتعمل زفاره. واقوم غسلاها غسله حلوه، وتنقعيها في ميه وملح وليمون وخل وعصر البرتقانه، انا عصره برتقانه وليمون بقى كتير. بصوا الميه، شوفوا منظر الميه عامله ازاي، والله العظيم تشم ريحه الممبار والله من غير يمين. انا اليمين ده عندي غالي. شوفوا ريحه الممبار عامل ازاي، ريحته وشكله، شوفي ابيض، وريحته بالله انا بشم ريحته، شوفوا والله ريحته، الميه نفسها ريحتها ليمون وخل، وريحتها عصر الليمون والبرتقال والملح. وادي بكمل لكم معايا اهو اهي، شوفوا اهي، شوفوا لما تنزلوا بس الماده دي كلها، اهم حاجه تنزلي الماده دي والله بكل سهوله. انا لو 100 كيلو انضفهم وانا واقفه في ثواني على فكره اهو، وانا واقفه ما بقعدش كمان اهي، وانا واقفه كده على رجلي في ثواني اكون ما شاء الله تبارك الرحمن منزله كل الماده الزلاجيه. وهوريك كمان وانا بقلب الممبار تاني عشان انقعه بقى في المحلول كده. خلاص هي ما شاء الله اهي، شوفوا بافته بيضه اهي، انا بجيبه على طول وبعمله لاني مش بستصعب خالص. بصي انا مفيش حاجه ما شاء الله بتقف في ايديا والله، بتبقى في طبخه او في حاجه بايته عندي بحولها لطبخه تانية على طول، العيال زهقوا مني، تاني يوم احولها لاكله تانية. شوفوا ادي الممبرايه اهي اتنضفت بقت زي الفل اهي، هقلبها بقى على الوش التاني اهو كده اهو، برده بالميه كده اهي. شوفوا حولي بقى الممبار اهي، دخلي الممبار في قلب الميه، شوفي الممبرايه بتقوم نازله ازاي، شوفي الممبرايه اهي نزلت معايا بافته بيضه، بافته بيضه. هوريكم بقى وانا بحشي وانا بسلقه وهوريكم كده. خلاص احنا غسلنا الممبار وظبطنا الدنيا اهوت، وهبدا بقى اعمل معاكم الخلطه بتاعه الممبار. بصوا ادي ده اهو بصل وفلفل اخضر وتوم، دول عاملاهم في الكب، هعملهم كده انزلهم من في الطبق كده اهو. وعايزه اجيب الرز ده انا غسلاه ومصفياه من الميه اهو، كل ده هينزل معايا اهوت، انا مصفياه خالص من الميه ما شاء الله اهوت. وهنزل الخلطه، خلطه المحشي اهي، دي بتدي بقى للمحشي طعم تاني خالص، ده كله تنزل كده اهو. وادي البهارات انا معلقه على الميه بتاعت السليق، بصي ملح كمون فلفل اسمر، والخلطه كفيله لوحدها بتاعت المحشي انها تدي للمحشي ايه طعمه تاني خالص اهو. بصي عايزه البصل يندعك بالرز كده ما شاء الله، هتاكلي احلى شويه ممبار كلتيهم في حياتك اهو. ادعكي بقى الرز مع البهارات مع البصل والثوم والحاجات دي، شوفوا الريحه بالله طالعه عليا جميله جميله كده، شوفوا ادعكي بقى كل ده، خلي البصل والحاجات دي تشرب من الرز، يشرب الحاجات دي كلها اهو. شوفوا يا حبايب قلبك ما شاء الله على الريحه، ما شاء الله على الريحه الجميله طالعه عليا. اعمل ايه تاني؟ هحط الخضر، ادي الخضر ما شاء الله اهوت، ادي الخضره اهي. دعكي برضو كل حاجه تحطيها دعكيها مع الرز كده بحيث ان الرز يشرب الريحه بتاعت التوابل والخضره ويبقى جميل اهو ما شاء الله على الريحه دي طالعه والله عليا عسل اهو. هحط بس عود صغير ابقى ايه ازوق بيه. وادي الطماطم ما شاء الله اهي، الطماطم دي انا مسبكاها يعني على البوتاجاز وبعينها في الفريزر واطلع الكيس اشتغل منه اهو ما شاء الله على جمال شويه المحشي دول عسل اهو. وقلبي بقى، انا بيني وبينكم ما بقتنعش بموضوع المعالق ده، انا بحب اشتغل بايدي، انا بحب اشتغل بايدي اهو، كل حاجه بايدي احس بيها ايه مظبوطه مش كده اهو ما شاء الله. وحبه الزيت وحته سمنه بلدي وتظبطي بقى الشغله. اهم من الشغل ظبط الشغل اهو. على الهادي يا زبادي يا حبايبي، على الهادي يا زبادي اهو اهو يا ولاد ما شاء الله. دوقي بقى ان كان عايز مثلا ملح، عايز حاجه زود ما شاء الله، هو ما شاء الله عليه اهو. وادي شويه الزيت الذره اهو، حبه زيت ذره كده بقى يدوا للمحشي ايه ويفرفروا كده تطلع الحبايه ما شاء الله عليه. هو ايه طلع عادي شويه، هحط له شويه ملح اهو، شويه ملح صغيرين
اهو كده خلاص المحشي معايا 100 المحشي معايا خلاص مش ناقصه اي حاجه. الصلصه 100 اهي ما شاء الله اهي. خلاص هو كده مش ناقصه اي حاجه. هي هبدا بقى احشي معاكم اهو. هبدا بقى احشي معاكم واقوم عاملاها معاكم كده واظبطه. هوريكم بقى انا بعمله ازاي قبل ما احطه في الميه. هعمله معاكم بطريقه برده احسن. بصوا طريقه جديده كده، هي طريقه جديده اهي. هتشوفوا معايا الطريقه هتعتمدوها وهتحبوها اهو كده. ايه خلاص اهو. والممبار غسله وزي الفل معاكم اهو اهو يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله. وادي خدت واحده اهي. بصوا معايا بقى انا بعمل ازاي اهو يا ولاد. بصوا سهل خالص والله اهي. ايديا الاتنين كده واحشي كده اهو. شوفوا اسهل طريقه لحشو الممبار اهو. شوفوا ايديا الاتنين اهو ما شاء الله. وبرده مش عايزاكم تملوا الممبار قوي عشان ما يفرقعش اهو كده. خلاص الممبرايه انتلت محشي. اقوم عاملاها ازاي؟ شوفوا اهي ما شاء الله. او مبططه عليها كده بحيث اهوت ان المحشي يطلع اهو مفرود. مش ايه، مش الممبرايه مليانه ومكتومه وتفرقع منك ورز يبقى طري فيه. لا انا عايزه الممبرايه تكون طيبه والرز مفرفر والرز يكون مفرفر فيه اهو. هوريكم بقى ازاي انا بطيبه. بصوا كده معايا اهو يا حبايبي. شوفوا كده خلاص ما شاء الله. الممبرايه بقى اهي الحجم اللي انت عايزاه. عايزه تكبريه كبريه، عايزه تصغريه تصغري براحتك اهو. شوفوا الحجم ما شاء الله. وهعمل معاكم كمان واحده. طبعا مش هعمل معاكم الكميه كلها يعني عشان ما اطولش عليكم وعشان اكون ايه ضيفه خفيفه عليكم كده وتحبوا كده ايه الوقت اللي انتوا بتستمتعوا معايا بالمشاهده اهو. هبدا اعمل معاكم اهو. شوفوا شوفوا والله سهل ثواني. بقول لكم انا هو ما فيش حاجه بتصعب عليا اهي يا ولاد ما شاء الله. شوفوا ثواني كده اهو. شوفوا اهو. وابدا افرد كده المحشي. ببدا الاقيها طويله قوي معايا. اقوم قصه الممبرايه كده اهي. حسيتها تبقى طويله قوي اهي. وانا بشتغل اهي ما شاء الله اهي. طلعت الممبرايه معايا شوفوا زي العسل. هخلص واوريكم تاني. الميه بتغلي اهي. وهحط فيها بقى بصلايه اهو، طماطميه او طماطمتين، ورق لورا وغسلاه وفلفل اخضر وادي الطماطم. دي الميه هتغلي. هعمل ايه؟ ما بحطش الملح الا بعد ما يغلي بمرتين 3 كده عشان ايه لو حطيت الملح هيخليه فرقع. هتيجي بقى اهو معايا هتحط الطاسه على النار تسخن معاك اهوت. الطاسه سخنت اهي. وهحط كده تديله صدمه قبل ما تنزليه الميه. ليه بقى؟ عشان ما يفكش ويقوم شادد معاكي على طول اهو ما شاء الله. شوفي الممبرايه بتعمل معاكي ازاي اهو. شوفي اهو. اظن دي اول مره تنزل والله ما حد يعملها خالص. اول مره حد يعملها كده اهو ما شاء الله. هتقوم الممبرايه شاده معاكي عمرها بقى ما تنزل لا رز ولا تفك. شوفي خلاص بتقوم شاده من الجناب. اللي هتنزله هنا في الطاسه لكن مش هتنزله في الميه اهو. شوفوا ما شاء الله اهي. هتقوم شاده بقى. كل الرز الزياده دي مش هينزل بقى في الميه خالص. هتقوم شاده ونازل ومن الجناب كده بتقوم شاده بقى خالص اهو. الرز بقى اللي ينزل فيه هتشيليه خالص اهو. لكن مش هينزل بقى في الميه ويعك الميه اهو يا ولاد. شوفوا اهو. شوفوا بتقوم الممبرايه شاده ازاي ما شاء الله. تشدي بقى من هنا هتقومي شايله من هنا. هوريها لكم اهي. وتقومي حطها في الميه خلاص ما شاء الله على الجمال. شويه ممبار قسما بالله عسل. شويه ممبار عسل كده ما بتعملوش الا في المطاعم اهو. الرز لما ينزل في الطاسه احسن ما ينزل الميه ويلزق ويبوظ. لا هنا بقى اهو. شوفوا ما شاء الله على جمال الممبار اهو. شد معايا خالص اهو. خلاص الممبرايه شدت اهي بقت زي العسل اهو. هبدا بقى اشيلها من هنا واحطها في الميه على طول اهي. انزلها بقى في الميه كده. الميه بتغلي وفيها فلفل اخضر، فيها طماطم، فيها ورق لورا، فيها حبهان، فيها كل حاجه اهي. وهتنزلي بقى فيها الممبار خلاص معاكي اهو. اتشدد معاكي على طول اهو ما شاء الله اهي. يطيب غلوتين الاول ويغلي مرتين كده معاكي. تقومي حاطه الملح وفلفل اسمر. وبعد ما يطيب هطلعه واحمره معاكي واوريه اهو ما شاء الله. شوفوا استحاله بقى هنزل رز هنا. شوفوا الميه بتاعته رايقه ازاي. ميته رايقه ازاي. ليه؟ لانه خلاص هو نزل كل اللي فيه هنا. فاستحاله هيبوظ الميه. وتوطي عليه النار هاديه كده وتسيبيه بقى مع نفسه. بقى الممبار طاب معايا وبقى زي الفل اهو. هبدا بقى ايه احمره معاكم. ادي الممبار اهو
طلعته من الشوربه اهو ما شاء الله عليه زي العسل اهو. صفيته خلاص اهو. وادي شويه زيت ذره حلوين وحته سمنه بلدي كده تدي طعم للمحشي اهو. وتحمري بقى شويه الممبار يطلع معاكي ايه عسل كده اهي. حته سمنه صغيره بلدي حمري بقى وحبه فلفل اسمر وحبه ملح اهو. وحمري بقى وكلي احلى شويه ممبار ممكن تاكلوهم في حياتك. والله العظيم شويه ممبار عسل عسل كده. اللي عايز ياكل ممبار فعلا يعمله بالطريقه دي. وادي شويه بتاع الملح وشويه فلفل اسمر حطهم بس كده حبه ملح وحبه فلفل اسمر وتقومي بقى نازله بالايه بالممبار اهو. كلي بقى شويه ممبار مسكرين كده اهو عسل ما شاء الله على الممبار. احلى اكل يا ولاد والله فعلا ممكن تاكلوه. هو الاكل اللي هو بتاع الناس الفلاحين لا بيبقى ليه طعم كده سبحان الله. بيبقى ليه طعم تاني خالص اهو ما شاء الله عليه اهو اهو. حمري بقى كده وظبطي ومن على الوش ترشي شويه ملح كده وفلفل اسمر اهو كده اهو. وتسيبيه بقى يتحمر معاكي هتلاقي احلى شويه ممبار كده. انا قلبته على الوش التاني اهو ما شاء الله على ريحته. والله العظيم لو انتوا معايا بقى وتيجي تاكلوا معايا الله عليه الله على الممبار اهو يا ولاد ما شاء الله على الجمال وحلاوه الممبار ولونه. بصوا ما هو في ناس بتقول لك ايه طب ما تحط له شويه لبن عشان يحمر يعني تدينيه لبن. قلت له لا هو بيطلع اصلا لونه احمر من غير اي حاجه اهو ما شاء الله. ولا عايز لبن ولا اي حاجه ما شاء الله جميل اهو ما شاء الله. شويه الزيت حته السمنه البلدي بيخلوهم والله العظيم وحبه الفلفل الاسمر وحبه الملح. اكتفي بس بكده هيطلع معاكي شويه ممبار جميل اهو ما شاء الله اهو. ممبار ده ولا مش ممبار اهو. احلى شويه ممبار ممكن تاكلوهم في حياتك اهو ما شاء الله على الجمال اللي في الممبار وريحته وطعمه ونظافته والغسيل اللي انا غسله له اهو ما شاء الله. هوريكم كمان هفتح واحده قدامكم واوريكم هو طيب قد ايه وطعمه زي العسل اهو. اكل يا جماعه الفلاحين ده ما يعلاش عليه والله والله ما يعلى عليه. اكل ليه طعم وليه ريحه وليه نفس اهو. تعالي بقى معايا كده اهو. ادي الممبار ما شاء الله على الجمال اللي في الممبار وحلاوته. شوفوا ادي الشوكه اهي شوفوا افتحي بس كده شوفوا طيب زي العسل. بس طبعا انا مش والله ما انا قادره امسكه سخن نار. شوفوا الرز مفرفر ازاي. شوفوا الرز وحلاوته. الرز زايه برزيت والله العظيم اهو. لا هو معجن ولا هو بايظ ولا هو مكتل كده. شوفوا الرز مفرفر وطالع زي العسل ازاي اهو. بس والله نار ما اناش قادره امسكه اصلا. شوفوا الرز عامل ازاي. شوفوا حبايه الرز عامله ازاي بتلمع ازاي وشكلها حلو ازاي اهو يا ولاد. ده وما اكل معاكم كمان حبه بس والله نار كده طالع من الطاسه مش قادره. الله على الجمال الله على الجمال وعلى الحلاوه اللي في الممبار. شوفوا بقى اذا عجبكم بقى الطريقه والفيديو وعجبكم شكل الممبار وطعمه وريحته ما تنسوش وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه يا حبايب قلبي.